جماعة أنا قررت أعمل معاكم النهاردة شوربة العظم. أول حاجة نسخن الفرن على درجة حرارة 200-220، وده العظم، وده صاج الفرن. هحط فيه المخارج بتاعة الخبز أو الفرن، وبعدين هاخد العظم كده أحطه ونسخن الفرن من قبلها زي ما قلت لكم. العظم ده بقى بيطلع أحلى شوربة. وكمان النخاع ده يا جماعة شايفين ما شاء الله النخاع ده يكون تحفة بقى على توست كده بالدي الحبة الكاملة أو توست عادي زي ما انتوا بتحبوا، وشوية ملح كده وممكن شوية فلفل، وتاكلوا بقى أحلى نخاع. والباقي ده بنعمله شوربة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هحطها دلوقتي في الفرن زي ما قلت لكم، مسخنة الفرن على درجة حرارة 220، وهحط العظم في الفرن. بعد ما حطيته في الفرن هسيبه يقعد نص ساعة، وبعد كده اقلبه على الناحية التانية. اجمالي الوقت كله ساعة. ظبطت التايمر على نص ساعة، وبعدين هرجع علشان اقلبه على الناحية التانية، اسيبه كمان نص ساعة. اشوفكم بعد نص ساعة. يا جماعة انا هطلع النهاردة لايف على الفيسبوك، وهعمل بسبوسة. فانا هحضر معاكم المقادير، وهحضر الحاجات بتاعة الشوربة بتاعة العظم. فالمقادير انا حضرتها اهو. بصوا دول 450 جرام من دقيق السميد. اللي احنا بنستخدمه بيكون وسط، ما بيكونش ولا ناعم ولا خشن. وكمان هحتاج طبعا فانيليا، فبجهز بقى المقادير بتاعتي، وهحتاج بيكنج باودر، وكمان هحتاج ربع كوبايه من العسل. دي تفتح العسل لقيته فيه الشمع ده بتاع طبعا انا مش هحتاجه، انا بس هاخد ربع كوبايه وهشيل الشمعه دي، مش هحتاجها. في ناس بقى بتحب تاكلها. زمان كانت ماما وبابا كانوا بيجيبوها لنا، وكنا بناكلها يعني زي اللبانه كده. زي ما انتم شايفين ده ربع كوبايه عسل. ممكن نستخدم عسل جلوكوز، ممكن نستخدم عسل نحل، بس بما ان الوصفه بقى طبيعيه النهارده فهنستخدم عسل نحل. حطيت هنا 125 جرام من الزبده، هسيحها طبعا على النار. فكل المقادير بتاعتنا دقيق سميد، زبده، عسل نحل او عسل جلوكوز، وسكر. طبعا انا بقيت بقلل مقدار السكر في وصفه البسبوسه، فكنت بعملها تقريبا كوبايه الا معلقه كبيره، فدلوقتي بقيت بعملها نص كوبايه سكر، وبتطلع تحفه وجميله وكمان خفيفه. وانا حاطه دلوقتي العظم في الفرن. تعالوا بقى نجهز الايه، يعني البصل والحاجات اللي احنا هنعمل فيها. للاسف ما ولا عندي طماطم ولا عندي جزر، فهعمله بس بورق اللورا، بعود قرفه، بفلفل اسود حصى، وكمان بحبهان وورق لورا وبصل وخلاص. ده اللي انا عامله النهارده لشوربه العظم. تعالوا بقى، انا مستنيه دلوقتي تقريبا مر 10 دقايق، ومستنيه كمان 20 دقيقه لغايه لما النص ساعه تخلص، وبعدين اقلب العظم على الناحيه التانيه. حضرت يا جماعه فطاري وصورته عشان بنزله كل يوم على الفيسبوك. كل يوم بحضر فطار وانزله على الفيسبوك، بس الصفحه الصغيره مش الصفحه الكبيره. بس الفطار عباره عن عيش انا عاملاه في البيت اهو، اسماء بالطول كده، واعمل زي البيتي بقى او الفينو صغير يعني، واسماء، وحاطه على شريحه جبنه رومي دي اللي كانت موجوده عندي، وسايبه شريحه عيش ما فيهاش حاجه عشان عامله هنا قشطه وعسل. والمشروب كركديه، ده مش عنب، ده كركديه، ومخففاه زي ما انتم شايفين كده، وطعمه تحفه. على فكره انا كل يوم بفطر في البلكونه، فمش عارفه اخدكم في البلكونه معايا ولا ايه؟ ندخل البلكونه. تعالوا، انا دخلت الفطار في البلكونه، وتعالوا بقى ايه عشان نفطر مع بعض. سمير طبعا كل يوم بيسبقني. نيلي طبعا جت، وسمير جنبي ومش باين بس هيبان دلوقتي اهو. انا كل يوم يعني تقريبا يوميا بدخل البلكونه افطر. يعني سمير، سمير عايزاه بس يقرب. سمير عايزاكم تشوفوه اهو.
تعالى اهو. ها؟ خايف؟ طب انزل، جينا نقول إيه. بس فبفطر تقريبا يعني، حتى لو نزلت عشان انا بصحى بدري، فبقوم فترة في البلكونة وبعدين بنزل. بس عايزة اقول لكم يا جماعة، عشان بس تكون الامور واضحة، انا بنزل وصفات عادية خالص، لان ولادي اصلا مش زيي، مش على النظام، فانا مش هجوعهم يعني، بس بيني وبينكم برضو انا مقصرة في حقهم. بس بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل لهم اللي هم عايزينه يعني. بصراحة انا حضرت الفطار قشطة وعسل، بس مش عايزة آكل قشطة وعسل، أنا يا دوب على قد الشريحة دي، الشريحة اللي عليها جبنة دي بس. بس أنا بانزل كل يوم الفطار، والناس فاكرة إن أنا باكل كل اللي باقدّمه يعني، مع إنه عينات يعني، بس أنا مش عايزة أفطر الأكل ده النهارده يعني، بس يا دوب دي والعصير وخلاص، لإن أنا ورايا تصوير، وكمان هاطلع live لسه هاعمل بسبوسة live إن شاء الله. أشوفكم بقى قدّام الفرن وأنا باقلب العضم على الناحية التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. العظم يا جماعة، سامعين بقى الصوت؟ الصوت هقلبهم بقى. بسم الله، ان شاء الله العظم كبير. هسيبه بقى نص ساعة كمان، بعد ما النص ساعة تخلص هطلع معاكم لايف على الفيسبوك ان شاء الله عشان نعمل بسبوسة ان شاء الله. طلعتها من الفرن اهو. تعالوا بقى شوفوا العظم كده، بصوا ده النخاع اهو، النخاع. بصوا النخاع اهو، بصوا الجنب، شايفين ده؟ هو ده النخاع. حطيت جزء من العظم في الحلة، والجزء التاني حطه في حلة تانية. حطينا بصل، ورق لورا، حبهان، فلفل اسود، وعود قرفة. لو بقى كان عندي اسمه ايه ده، جزر وطماطم كنت حطيت، بس ما عنديش. هزود ميه بقى.